بنشوف ليندا وصاحبتها رايحين عزا في دار الجنازات، وهنا شبح البنت الميتة بتظهر لليندا وبيبقى باين عليها القلق، وليندا بتلاحظ ان النور اللي بيظهر للروح مش واضح زي العادة وكأن في حاجة واقفة قدامه ومنعاه. فبتسأل البنت الشبح لو شايفة حاجة غريبة، ولكن الشبح بتخاف وبتهرب من قدامها. فبتروح ليندا تدور عليها وبتلاقي قاعة تانية وفي شبح شاب هناك عمال يصرخ في الموجودين وبيقول لهم يردوا عليه وما بيبقاش لسه مستوعب انه مات. وهنا فجأة بيجي شخص يتكلم مع الشبح ده وبيفهمه ان محدش هنا من العايشين شايفه غيره لانه عنده قدرة خاصة. وطبعا ليندا ما بتبقاش مصدقة عينيها وانها اخيرا لقت حد زيها وبتروح بسرعة علشان تتكلم معاه، لكن للاسف الشخص ده بيتوه منها في الزحمة وما بتقدرش تلاقيه. فبترجع على البيت وبتحكي لكيم جوزها على اللي شافته، فبيسألها لو متأكدة ان الشاب ده كان بيتكلم فعلا مع الشبح مش بيكلم نفسه ولا لا. فبتأكد له ان الاتنين كانوا بيردوا على بعض، حتى هي ما كانتش سامعاهم من بعيد. وبتعرفه انها دايما كان نفسها يبقى عندها صاحب بيشوف نفس اللي بتشوفه، علشان كده هي لازم تدور عليه بكره. بعدها بنشوف ليندا نايمه في اوضتها وفجاه في ايد شبح بنت بتقرب منها، فبتصحى مفزوعه وبتسالها انت مين، وبعدين بتقول لها استني انا فاكراك انت كنت على الطياره اللي اتقلبت. وبتطلع روح مضيفه الطيران اللي ماتت في حادثه الطياره، واللي ما شافش الحلقه دي هسيب لكم الرابط في اول كومنت. وهنا المضيفة بتعيط وبتعرفها انها عملت غلطة كبيرة وبتقول لها برافو ارجوكي ما تخليهمش يلاقوني، وفجأة بتختفي. تاني يوم ليندا بترجع لدار الجنازات وبتتكلم مع شبح الموظف السابق وبتسأله عن الشخص اللي شافته امبارح، فبيأكد لها انه شافه كذا مرة ولاحظ انه بيهتم بالجنازات بتاعة الشباب بس عمره ما ادى اي اهتمام لاشباح العواجيز اللي بيموتوا. وبيوريها كشف اسماء الحضور علشان تعرف هو مين، ولكن في اللحظة دي الموظف الحقيقي بيطب عليها، فبتتحجج انها نسيت توقع في الدفتر امبارح وبتسيبه وبتمشي. وبتقوم واخدة بعضها وبتروح لصاحبها هان وبتعرفه ان الشخص ده طلع موقع باسم جوسي وبيقضي معظم وقته في المدافن ودار الجنازات. فبيستغرب وبيقول لها ليه راجل زي ده فجأة بيظهر في مدينتهم بالذات، وبيطلب منها اول ما تلاقيه تاني تجيبهوله المكتب فورا علشان يعرف حكايته ايه. بعدها ليندا بتعدي على صاحبتها في المحل وفجأة وهي بتتكلم معاها بتشوف جو معدي من قدامها، فبتخرج بسرعة علشان تلحقه وبتتفاجأ انه واقف مع شبح المضيفة وبيقول لها انا هساعدك تروح المكان احسن بس لازم تكوني عايزة كده. ولكن الروح بتبص لليندا وبتقول له لا هي دي اللي هتقدر تساعدني. وهنا جو بيلف وبيلمح ليندا واقفة مراقباهم، فبيفتكرها شخص عادي وبيقول لها انه ساعات بيحب يكلم نفسه وبيستعد علشان يمشي، ولكن بيلاقيها رايحة للشبح وبتسألها لو كانت شايفة النور او حد من اهلها الميتين دلوقتي. فبترد الشبح وبتقول لها ان في حاجة واقفة في طريق النور ومش مخليها عارفة تقرب، وفجأة بتفضل تصرخ بصوت مرعب وبعد كده بتختفي. وهنا جو بيمشي بسرعة من المكان، فاللي انت بتجري وراه في الشارع وبتقوله ان هما لازم يقعدوا يتكلموا. بعدها بنشوفه عندها في البيت وبيحكي لها عن ماضيه وبيعرفها انه كان عايش في مدينة تانية واهله كلهم ماتوا وهو صغير ومفضلش غير خاله اللي خده يعيش معاه، وساعتها مرضيش يحكي لحد انه بيشوف الاشباح وخلى الموضوع ده سر بينه وبين نفسه علشان الناس ما تقولش عليه مجنون. وكده كده هو ما بيثقش في الاحياء وشايف ان صداقة الاموات احسن بكتير. وبيحكي لها انه وهو صغير كان بيعزم اصحابه الاشباح علشان يباتوا معاه في البيت وبياخدهم معاه المدرسة والمعسكرات، وبيفضل يعيط لما راح منهم تقرر تعبر وتدخل النور وبيتمنى يفضلوا معاه للأبد. وهنا ليندا بتسأله بالمناسبة لو كان لاحظ إن في حاجة غريبة بتحصل مع الأرواح، فبيقول لها إن الروح بدأت تبقى أقوى في الفترة الأخيرة وبقت تقدر تأثر على الأحياء بشكل ما كانش يحصل زمان. وهنا بتيجي سيرة المضيفة، فليندا بتحكي له عن حادثة الطيارة اللي وقعت وبتعرفه إنه كان في كيان شرير جدا حاول يسيطر على أكبر عدد من الأرواح الضحايا وأقنعهم يفضلوا محبوسين في الأرض، ومنهم مضيفة الطيران اللي بقت مرعوبة تعبر ومش عارفة تثق في مين. وبعدها ليندا بتتصل بهان وبتحكي له انها قابلت جو وبتعرفه انها رايحة مع بكرة بالليل للغابة اللي وقعت فيها الطيارة. وهنا بنلاحظ ان كيت مرات هان مش طايقة ليندا وغيرانة منها، فهان بيقول لها انه مش هيقدر يروح معاهم علشان عنده محاضرة وبيقفل معاها. وتاني يوم بتوصل ليندا مع جو للغابة وبتقول له انها مش بتحب ترجع للمكان اللي الارواح ماتت فيه، فجو بيقول لها انه عكسها وبيحب يطارد الارواح لدرجة انه ساعات بيعمل تحدي مع نفسه هيقدر يبعت كام روح للنور في ليلة واحدة. وفجأة بتظهر لهم روح المضيفة وهي مرعوبة وبتقول لهم انها هربت من مكان بشع كأنه الجحيم وخايفة الناس اللي هناك يلقوها تاني.
فليندا بتسألها لو كان في أرواح تانية قافلة لها طريق العبور، وبتقول لها يمكن عندك حاجة مش خلصانة في الدنيا أو حد عايزة تودعيه. فبتقول لها إن ما عندهاش حد وأهلها كانوا بيكرهوا شغلها، ولما سابتهم وماتت بقوا بيكرهوها. وهنا جو بيقرب منها وبيقول لها إنه حاسس بيها وعارف يعني إيه الواحد يكون وحيد، وإنهم هما الاتنين شبه بعض جدا، وبيوعدها إنه هيوديها مكان هتكون فيه سعيدة جدا. وفي اللحظة دي فجأة بيسمعوا صوت شيء بيتحرك وسط الشجر، فالمضيفة بتترعب وبتقول لهم أرجوكم ما تخليهمش يلاقوني وبعدين بتختفي. وهنا جو بيطلع يجري ورا الصوت وليندا بتجري وراه، وفجأة بيهجم على الشخص اللي كان بيستخبي في الشجرة وبينزل في ضرب، ولكن ليندا بتمنعه وبتقول له إنه هان صديقها. فهان بيقعد يعتذر لها وبيقول لها إنه ما كانش يقصد يخوفهم، بس الفضول العلمي خلاه ما قدرش يقاوم، وبيشرح لجو إن دي كاميرا بتلقط الهالات والطاقة وما فيهاش أي أذى للأرواح. لكن جو بيدمر الفيلم اللي في الكاميرا وبيتهموا إن هما بيعملوا عليه حوار رخيص، وبيقول لليندا بقرف إنه عشان كده بيفضل الأموات عن الأحياء وبيسيبهم وبيمشي. وهنا ليندا بتبقى على اخرها وبتبقى متضايقه جدا من اللي هان عمله من وراها، ولكن هان بيقول لها ان كل الكلام ده مش مهم دلوقتي لانه اكتشف حاجه غريبه جدا، وبيعرفها انه معاه نسخه احتياطيه من الفيلم اللي بوظ، وبيبدا يوريها الصوره وبيقول لها بص على الهالات اللي حوالين جودي كده، وبيعرفها ان هم عدد كبير من الاشباح اللي هي مش شايفاها. فبتقول له عادي لان الغابه دي مسكونه. فبيقول لها ان هم كانوا جايين مع جو قبل ما يدخل الغابه وماشيين وراه زي دلو في كل حته كانهم متعلقين فيه. وهنا ليندا بتفضل تبص للصورة بقلق. بعدها بنشوف جو رايح لها المحل بتاعها وجاب لها وردة علشان يعتذر لها عن طريقته وأسلوبه الليلة اللي فاتت، وبيقول لها إنه فقد أعصابه ونفسه يبدأوا صفحة جديدة. ولكن ليندا بتواجهه بالصورة اللي لقطها هان وبتقول له يبطل لف ودوران ويقول لها إيه اللي جابه مدينتهم. فبيفهمها إنه متعود يجذب الأرواح بالشكل ده وجاي هنا لأنه حس بطاقة بتشده للمكان، وما يعرفش بقى بسببها هي ولا بسبب الأرواح اللي هنا. المهم إنه حاسس إنه يقدر يساعدها ويساعدهم، وبيعرفها ان هما لازم يلاقوا مضيفة الطيران ويعرفوا هي شايفة ايه في علامها. وفي الاخر بيطلب منها تقابله الساعة 9 بالليل في دار الجنازات علشان يبدأوا الشغل. بعدها بنشوف ليندا قاعدة مع جوزها كيم وبتقول له انها يمكن كانت قاسية شوية على جو اللي بيساعد الارواح وبيدور عليهم، عكسها هي اللي بتحاول تتجنبهم طول الوقت. لكن جوزها هو كمان بيبقى شاكك فيه وبيقول لها ان دور وراه وما لقاش ليه اي رقم تليفون او اي اثر في مدينتهم اللي جاي منها. وفجأة الاتنين بيفتكروا اسم خاله اللي قال انه كان عايش معاه، فبيدوروا على النت وبيعرفوا انه مدير مستشفى كبيره. فبتروح ليندا لهان بسرعه وبتخليه يتصل بخال جو وبيعمل عليه حوار وبيقول له ان بروفيسور في الجامعه وجو مقدم على وظيفه عنده وعايز يتاكد من المعلومات اللي في السي في بتاعه. ولكن الدكتور بيفاجئه وبيقول له ان ملوش ابن اخ بالاسم ده، وان جو ده كان المريض بتاعه لانه طبيب نفسي، وبيعرفه انه قضى طفولته كلها جوه المستشفى النفسيه لانه كان بيعاني من هلاوس حاده وضررات شديده في طفولته. هنا ليندا بتتاثر جدا لان جو كان بيشوف الاشباح ومحدش مصدقه، وبتقول لهان انها كان ممكن تبقى مكانه. بس هان برضه بيرفض تعاطفها وبيقول لها ان جو اتجنن بسبب الاشباح وبيطلب منها ما تقابلهوش تاني لانه كذاب ومش متزن نفسيا. وهنا كيت مرات هان بتفضل ترمي كلام على ليندا، وليندا ولا هي هنا، فكيت بتقرر تواجهها بان هان مهتم بيها وكارف لها، ولكن ليندا بتفكرها انها متجوزه. وبنكتشف هنا ايه ان كيت اصلا ميته ودي شبحها. ولما بيرجع هان فجأة ليندا بتسأله هي مراته ماتت ازاي، فبيقول لها انها ماتت وهي نايمة في هدوء. ولكن كيت بتقول لها انها عملت حادثة بشعة بعربيتها والونش وقع فوقها وفضلت محشورة ومحبوسة جوه الدمار لساعتين كاملين وماتت قبل ما يقدروا يقطعوا الحديد ويخرجوها. وهنا بتفهم ليندا ان هان مش قادر يستوعب الصدمه ولا الطريقه البشعه اللي ماتت بيها علشان كده بيكذب على نفسه. وفي اللحظه دي كيت بتقول لليندا انها كانت مخبيه مذكراتها ورا كتب الجامعه ولازم هان يقراها علشان في حاجات لازم يعرفها، فبتبلغه ليندا برسالتها. وبعدها روح كيت بتختفي. بعد كده بنشوف ليندا رايحه لدار الجنازات في الميعاد اللي اتفقت عليه مع جو، ولكنها بتفضل قاعده في عربيتها ما بترضاش تنزل لغايه ما جو بيزهق وبيمشي. فبتفضل ماشيه وراه لغايه ما بتلاقيه وصل لمكان مقطوع في الغابه، وفجاه بتسمع اصوات اغاني عاليه خارجه من بيت مهجور، فبتقرب منها وبتلاقيه مليان اشباح ومعاهم شبح المضيفه اللي بتترجاها تخرجها من وسطهم. ولما بتدخل ليندا بتلاقي كل الاشباح اللي رفضوا يعبروا الجانب الاخر قاعدين جوه وقلبينها مليطه. وفجاه كل الاشباح بتختفي وبيظهر جو بيرحب بيها، فبتقول له هي مصدومه انت حابس الارواح دي هنا ليه ومش عايز تخليهم يعبروا للنور. فبيرد عليها وبيقول لها مفيش حد محبوس هنا، هم احرار ودي عيلتي الجديده اللي انا اخترتها. ولما بتواجهه بحياته وبتقوله انها عرفت انه كذاب وعرفت حكايه المصحه النفسيه اللي كان محبوس فيها ووشه بيتغير وبيقول لها ان هي كمان كدابه
لأن الأحياء دايما أغبياء وبيعتبروا أي حد عنده قدرات خاصة مجنون، وإن الكذب هو الطريقة الوحيدة اللي مخلياه هو وهي عايشين وسطيهم. وبعدها بيكشف لها عن خطته السوداء وبيقول لها إن بيجمع جيش من الأرواح علشان يقفل طاقة النور تماما ومحدش يعبر منها تاني. وفجأة بيقرب منها وبيرد عليها تسيب جوزها الغبي وتنضم ليه علشان يبقوا أقوى سوا ويتحكموا في الجنبين. ولكن ليندا طبعا بترفض كلامه وبتستوعب الخطر اللي هي فيه، فبترجع لورا وهي مرعوبة وبتجري بسرعة على بره وبتركب عربيتها. وفجأة بتلاقي روح المضيفة في الكرسي اللي جنبها وبتستنجد بيها وبتقول لها إن الأرواح اللي مع جو مانعينها تعبر. فليندا بتهديها وبتقول لها تركز في ذكريات طفولتها السعيدة وتفتكر أي حد من أهلها اللي ماتوا علشان تحس بالأمان وتكسر طاقة الخوف اللي الأرواح الشريرة بتستغلها علشان تسيطر عليها. وفعلا المضيفة بتغمض عينيها وفجأة طاقة الخوف بتختفي والنور بيظهر وبتعبر بسلام. بعدها بنشوف ليندا رجعت البيت وبتلاقي هان واقف مستنيها وبيرمي المذكرات قدامها على الأرض وهو متضايق منها، فبتسأله عن اللي حصل وبيعرفها انه اكتشف ان كيت كانت بتخونه على علاقة براجل تاني قبل ما تموت، يعني حياتهم كلها كانت كدبة. وهنا ليندا بتربط الخيوط ببعضها وبتشك ان جو ليه يد في الحوار ده. في نفس الوقت هان بيفكرها ان العلامات الخمسة بتتحقق ورا بعض، من اول موت الحمام لهجوم النحل للكتابة اللي باللاتيني اللي ظهرت واللي معناها موت الحبيب، وده معناه ان نبوءة الموت المنسيين اللي هيرجعوا للارض قربت تتحقق. فبسرعة ليندا بتاخد كيم وهان وبيطلعوا يجروا على بيت جو علشان يوقفوه، ولما بيدخلوا بيلاقوا البيت فاضي تماما وجو هرب، وبيتصدموا ان في اوضه حاطينها بالكامل مليانه بصور ليندا وكيم وهان وكل تفاصيل حياتهم. فبيفهموا ان جو كان بيراقب ليندا وبيدرسها من زمان جدا ومش جاي هنا صدفه. كمان هان بيقول لهم ان اكيد في حد تاني وراه بيساعده. وفي اللحظه دي بتظهر روح كيت مراته وهي بتعيط، فبتسالها ليندا عن اللي بيحصل، وهنا كيت بتعترف ان جو الارواح الشريره استخدموها واستغلوا ذنبها علشان يخلوها تأذي هان وبتشتته لحد ما يضعفوا طاقة ليندا ويشغلوها عن خطتهم. وبتأكد لليندا وهي مرعوبة ان الموضوع اكبر من جو بكتير، وان الارواح في الجانب الاخر بتخطط تبقى اقوى من الاحياء علشان يسيطروا على عالم الاحياء والاموات مع بعض. بعدها بتقرب من هان وهي بتعيط وبتقوله انها عارفة انها غلطت، بس بتطلب منه يسامحها من قلبه علشان تقدر تخلص من العذاب ده وتشوف النور وتعبر وتخلص من سيطرة جو عليها. فبتنقل ليندا كلامها لهان وبتترجاه يسامحها، ولكن هان بيفاجئهم وبيقول لهم لا، لانها خانته ومفيش اصعب من الم الخيانه. وفي اللحظه دي ملامح كيت وصوتها بيتغيروا وبتتحول لروح شريره وبتقول لهم انتوا لسه ما تعرفوش ايه هو الالم الحقيقي، بس كلكم هتعرفوا قريب جدا. وفجاه بتختفي وبتحصل عاصفه واصوات الاشباح المرعبه بتملى المكان، وبيبقى باين ان الحرب بدات على ليندا. يا ترى ايه اللي هيحصل وهتواجهها ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه.